ازيكم؟ صباح الخير. المغرب فرنسا او فرنسا المغرب. دي واحدة من التفاصيل اللي كانت مهمة جدا بالنسبة للمباراة. وشفنا كيف وليد الركراكي رجع لعب بنظام او لعب بنظام 5-4-1 بخماسي دفاع. سايس هو متوسط خماسي الدفاع. هنا وليد بده الماتش بخمسة لاعبين للحد من خطورة امبامبي واوسمان ديمبلي عشان يخلق تفوق على الاطراف، وعشان يكون في تفوق عددي. اذا مثلا امبامبي قدر انه يتفوق على حكيمي، يكون في لاعب عامل تغطية وقائية بالنسبة لحكيمي، وكذلك الحال بالنسبة للظهير الايسر للمنتخب المغربي. في اللقطة دي بالذات بنشوف الهدف بتاع فرنسا بدأ كيف بدأ. انه لو لاحظنا انه سايس بيراقب وهو على صيغة تامة بانه يا اخي التمركز مميز لجميع اللاعبين، المدافعين اللي معاه واقفين تمركز كويس. هنا لاحظوا لكريزمان وهو افضل لاعبي المنتخب الفرنسي، من افضل اللاعبين في البطوله، اللي بيستلم في الهاف سبيس او في انصاف المساحات بطريقه مميزه جدا. دي الحاجه اللي خلتني انه نشاهد كريزمان بيقدم في مستويات كبيره جدا مع ديشا. هنا كريزمان تخلص من اليامق اللي قام بعمل استباق عشوائي جدا للكره يعني. بعدين سايس ذاته ادرك صعوبه الموقف، وبعد ذاك المساحه بعد فوات الاوان يعني. لاحظ للممر الخارجي الايسر هناك في الطرف اليسار سيو هرنانديز رافع يده وطالب الكرة يعني. شايف انه جريزمان خلاص وصل مرحلة بتاعت انه حيخش خط ال 18 بسبب الاستباقية الخاطئة جدا بالنسبة للمدافع اليامق اللي كان يعني عمل استباقية عشوائية وما قدر يتخلص من الكرة، وعاوز يسبق جريزمان على انه يا اخي يشيل منه الكرة في المقام الاول، وما قدر يشيل الكرة. دي اللقطة مفترض تكون قبل اللقطة الأولى، اللي هو اليامق بيتسرع وبيعمل استباق للكورة عشان يستخلص الكورة قبل ما تصل لجريزمان لكن بدون تركيز. اللقطة دي مفترض تكون قبل اللقطة الفاتت، باعتبار انه يا اخي جريزمان استلم في انصاف المساحات واليامق عامل اندفاع وجاي بغرض انه هو جاي داير يستخلص الكورة من جريزمان، لكن ما قدر يستخلص الكورة. ودي اللي حصلت بسبب فجوة في خط ال 18 او في دفاع المنتخب المغربي، واللي خلت انه ساي ذاته يغير رايه يعني في المقام الاول. هنا امبامبي لو لاحظنا يا جماعه، امبامبي من افضل اللاعبين اللي بيعملوا تمويه بالجسم. امبامبي هنا بتابع حركه كاريزما بالكوره مع رغابه من اشرف حكيمي. لاحظوا هنا لمسار امبامبي يعني قبل ما الكوره تتلعب من جريزمان عرضيه للخارج، امبامبي كان متجه في مسار. في اللقطه اللي بعديها حنشوف امبامبي انه عمل فيت او بودي فيت في المقام الاول او تمويه بالجسم لحكيمي على سنه يمشي في اتجاه، وقوم يتحرك امبامبي في اتجاه تاني على سنه يمشي ويستغل المساحه، وعلى سنه يا اخي يمشي ويشوت. لكن يعني امبامبي وجد قدامه منه، وجد قدامه زميله واللاعب اللي حافظه كويس وعارفه كويس هو منه، هو اشرف حكيمي. دي اللقطه المذكوره. هنا امبامبي عمل تمويه جسدي وغير المسار الاول اختلف عن المسار الثاني، استغلال المساحه. عشان اشرف حكيمي عارف امبامبي وعارف اسلوب امبامبي في التمويه وعارف استراتيجيه امبامبي، غير معاه طوالي نفس المسار ومشى معاه على انه يمنع من التسديد ويمنع من انه يسدد في المرمى، لانه عارف انه جريزمان حيلعب الكوره كروس للبرة يعني او للخارج. عشان كده امبامبي غير المسار وعمل بودي فيت في المقام الاول او تمويه جسدي على اساس انه يمشي يستغل المساحه في الجانب الثاني على اساس انه يمشي يسجل هدف، لانه الكوره جايه من كريزمان للخارج في المقام الاول. وعشان قلت لكم اشرف حكيمي عارف اسلوب مبامبي، واصل معاه بنفس الرقابه بنفس الافكار اللي عنده. هنا لاحظنا حكيمي خلاص حفظ مبامبي تماما وعارف تفاصيله. هنا حكيمي بيقطع الطريق على كيليان مبامبي. في الجانب الاخر لاحظوا سيو هرنانديز متمركز يعني لوحده، وذلك بسبب الانتشار العشوائي كان دفاع المنتخب المغربي، بالرغم من انه كانوا يعني عدديا اكثر من دفاع المنتخب اكثر من لاعبي المنتخب الفرنسي. فهذا بوضح لك انه حتى الانتشار كان فيه، بالرغم من انه برضو المنتخب المغربي كان عندهم اكثر من خمسه لاعبين في الخلف يعني. هنا وجد سيو هرنانديز نفسه في وضع مميز جدا، وياسين بونو اخطا في الخروج يعني. مفترض يطلع مره واحده، طلع ووقف مره واحده، وطلع ووقف كم مره، طلع ووقف. فدي حصلت ربكه بالنسبه لاتخاذ القرار بالنسبه لياسين بونو. هنا بنشوف سيو يعني عمل قفز مع مستوى الكوره وسجل هدف
يعني هدف في زمن مبكر جدا بالنسبه للمنتخب الفرنسي. ساعد المنتخب الفرنسي في انه يا اخي يتعامل مع المباراه بوضعيات مختلفه تماما.